طيب انا بالنسبه لي بقى بحب اخلي 2.4، وكل الناس بتحب تخلي 2.4 عشان المدى بتاعها اطول. تمام، المدى بتاعها اطول، ممكن يجيب من 100 متر. يعني انا ممكن ابقى الراوتر هنا هو في الاوضه، وممكن اكون بعيد عن الراوتر ب 100 متر. تمام، بس ما يكونش فيه حيطان كده، جدار جدار جدار، هتلاقيه يجيب معاك بعد ال 100 متر كمان، او في حدود ال 100 متر تقريبا. تمام. طيب هنا طبعا هنختار حاجه اسمها WLAN SSID configuration. تمام، SSID configuration. تمام، ملحوظه يا شباب، لو انت عايز تفعلها برضو ال 5 جيجا هرتز فعلها عادي، بس لازم تكون قاعد في الغرفه زي ما قلت لك. تمام، انا بالنسبه لي قافلها، كل واحد ليه الحاجه اللي بيحبها يعني. تمام، زي ما قلنا كده هنضغط على WLAN SSID configuration، هنبدا نضغط عليها، هيبدأ يظهر معايا الشبكات بالشكل ده. تمام، طبعا انا فاتح شبكتين، تو اس اس اي دي واحد واس اس اي دي اتنين مفعلهم عندي. تمام، انا لو عايز اخلي شبكه واحده فما فيش اي مشكله، اضغط كده هتبقى شبكه واحده اللي شغال عندي. تمام، هنا طبعا انت عندك اس اس اي دي واحد واس اس اي دي اتنين واس اس اي دي تلاته واس اس اي دي اربعه، دول خاصين بشبكه 2.4. 2.4 الاربع شبكات دول، لو انت عايز تفعلهم مره واحده هتفعلهم وتعمل لكل شبكه باسورد عادي، مفيش اي مشكله. تمام، الاربعه دول لو انت عايز تفعل لهم يعني مره واحده. تمام. طيب هنا بقى عندك الاس اس اي دي 5 واس اس اي دي 6 واس اس اي دي 7 واس اس اي دي 8. تمام، الاربع شبكات دول اللي هم 1 2 3 4 دول خاصين ب 5 جيجا هرتز، وانا قافل 5 جيجا هرتز. تمام. طيب هنيجي طبعا عند شبكه اس اس اي دي رقم واحد، لو ضغطنا عليها كده بص كده هتلاقي اس اس اي دي نيم